السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناة شرحولوجي، القناة اللي نفهم بيها الأفكار بشكل مختلف. المرة دي يكون عندنا سلسلة شرح لكتاب جميل جدا، هو كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. ممكن يكون ناس كتير بدأت تقرا في الكتاب وسابته، أو قرته وزهقت منه، أو زهقت من طريقة سرده اللي فيها تكرار كتير وأمثلة كتير. أنا كنت واحد من الناس دي، بس حقيقي الكتاب ده أهم كتاب ممكن تقراه في حياتك في حتة العلاقات. وحقيقي كتاب انت لو ما قريتوش هتفضل عايش طول حياتك مش فاهم. يعني مش عايز احرق الكتاب، بس في حاجات كتيرة جدا في علاقاتنا، في حاجات كتيرة جدا في اختلاف طريقة التفكير بين الراجل والست، مش هتعرفها غير لو حد قالها لك او حد علمها لك. وناس كتيرة جدا عاشت عمر كبير جدا 50 و60 سنة هم مش فاهمين النقطة دي ومش فاهمين المشاكل بتحصل ليه. بل ان ممكن تكون ناس عايشة حياتها كويسة وقادرة تتعامل مع المشاكل بس بدون وعي، بحتة الخبرة وخلاص. فحقيقي الكتاب ده هيفيدنا جدا، والكتاب ده هيفرق معانا جدا. واحنا مش هنقول ملخص للكتاب، احنا هناخد فصل فصل وهنشرحه وهنشوف ان الكتاب ده بيتكلم عن ايه، وازاي ممكن الافكار اللي في الكتاب دي نطبقها في حياتنا، وازاي ممكن ناخد الافكار اللي تفيد مجتمعنا الشرقي واللي تفيدنا بشكل عام ونستخدمها، والحاجات الزيادات اللي ملهاش لازمة ما نستخدمهاش. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ الفصل الأول. هو الفصل عبارة عن شرح المفهوم الكتاب، وعبارة عن قصة جميلة في الأول هنتكلم عنها، وإن شاء الله دي هتكون الفتحة اللي هتفتح دماغنا لبقية أفكار الكتاب. في الأول الكاتب بيقول كده قصة جميلة، هو غريبة شوية بس القصة دي هي اللي هتفهمنا فكرة الكتاب أو هتفهمنا فكرة المشاكل اللي بتحصل بينا. هو بيقول إن الرجالة دول كانوا عايشين في كوكب المريخ، كوكب كله إنجاز وعمل وأفعال، والتواصل بينهم بيكون ليه هدف، وحياتهم كلها عبارة عن إنجاز. والستات كانت عايشة في كوكب تاني اللي هو الزهرة، كوكب كله تواصل واجتماعيات، كوكب جميل وكله حب وتفاهم. فالرجالة وصلوا في الأخيرا لاختراع التلسكوب، وبدأوا يشوفوا منه الكواكب التانية. فبالصدفة يشوفوا كوكب الزهرة ويشوفوا الزهريات أو الستات، فلسبب هم مش عارفينه يبدأوا يحبوهم، ويبدأوا يحسوا مشاعر تجاههم، ويبدأوا يحسوا إنهم عايزين يتكلموا معاهم. فيخترعوا المكوكات والمراكب الفضائية والكلام ده كله ويسافروا لكوكب الزهر، ويبدأوا يتعاملوا مع الستات. والستات لسبب برضه هم مش فاهمينه، بس هم حابين الرجالة وحابين التعامل معاهم وحابين إن هم يتكلموا معاهم ويتواصلوا معاهم، رغم إن الرجالة جاية من كوكب مختلف والستات دي من كوكب مختلف. فيبدأوا يتفقوا إن هما الاتنين ينزلوا في كوكب مشترك اللي هو كوكب الأرض. طبعا طب الفكرة دي ممكن تفيدنا بإيه؟ أو ممكن تفهمنا إيه؟ القصة دي تفهمنا إن الرجالة طريقة تفكيرها غير طريقة تفكير الستات. الرجالة جاية من مكان مختلف خالص عن الستات، مختلف أكتر مما تتخيل، والكتاب هيبدأ يكلمنا في الموضوع ده. وهناخد فصل فصل، هناخد مشكلة مشكلة، إن إزاي هو أصلا مفيش مشكلة. هي النقطة إن دول من المريخ ودول من الزهرة، دول بيفكروا بطريقة ودول بيفكروا بطريقة. فإحنا بس لو فهمنا طريقة تفكير بعض هنوصل لأرض مشتركة ومش هيبقى في مشاكل أصلا. طيب، ممكن واحد يسأل سؤال، يعني ليه المشاكل دي ما بتبانش في الأول؟ أنا ما بخش في علاقة جديدة بحس إن إحنا الاتنين شبه بعض جدا، وإحنا الاتنين أفكارنا متماثلة جدا وأفكارنا مع بعض جدا وفي توافق وي وي وي. طبعا هو للأسف هو الإعجاب أو الحب أعمى، فبالذات في فترة البدايات، وحتى لو بعد فترة البدايات ممكن يقعد سنة واتنين وتلاتة، بالذات لو العلاقة مش جد، صحوبية أو علاقة في فترة الكلية أو المدرسة والكلام ده كله. انت مفيش مشاكل لسه جد، مفيش تعامل جد، مفيش اجتماعيات جد. فوانس انك بتخش في فترة الجد دي بتبدأ تظهر المشاكل. فممكن بعد فترة معينة ما تبدأ تظهر المشاكل دي انت تحس ان ليه دي ما كانتش موجودة من الأول، وتبدأ تقول طب ده الطرف التاني اتغير، أو الطرف التاني مبقاش يحبني، أو احنا اتحسدنا، أو في مشاكل من الأهل، أو المهم ان انت عايز ترمي المشاكل من على عاتقك وخلاص. اللي هو ده انت الغلطان، اللي هو نظرية الإصبع، انت بتشاور على حد وتقول، او بتشاور على حاجة وبتقول الحاجة دي اللي غلط او الحد ده اللي غلط، في حين ان هو مفيش غلط اصلا. هي النقطة ان احنا من البداية طريقتنا مختلفة وافكارنا مختلفة، انا ما بفكرش زيها وهي ما بتفكرش زيي. ولو ما فهمناش النقطة دي هنفضل دايما في اختلاف، وهنفضل دايما شايفين ان ده الرجالة ما بتسمعش، ان ده الستات بتلوم ومش فاهمة الرجالة وما بتفكرش في المشاكل اللي بتعدي بيها الرجالة. كل ده بسبب ان احنا مش فاهمين بعض. فان شاء الله بداية من الفصل التاني هناخد اول مشكلة في مشاكل الكتاب،
اللي هي هو عنوان الفصل قبعة الخبير ولجنة تحسين البيت. العنوان ممكن غريب شوية، بس الفصل التاني ده أهم فصل في الكتاب وأكتر فصل هيفرق معاك في حياتك، لأن الفصل ده أصلا أساس فكرة الكتاب واللي هيخلينا نفهم بقية المشاكل في الكتاب. تفهم ليه الرجالة دايما عايزة تقول حلول وخلاص، ودايما بتتهم إن هي مبتسمعش، وإن الستات دايما الرجالة بتشوف إن هي بتلوم، وإنها بتتهم إن هي ما بتديش دعم كفاية، رغم إن هي بتكون حاسة إن هي بتدي دعم كفاية، بس الرجالة ما بيشوفوش كده. طب ليه الستات بتشوف الرجالة غلط والرجالة بتشوف الستات غلط؟ وليه الاتنين بيبقوا شايفين نفسهم صح بس شايفين الطرف التاني اللي غلط؟ هيبقى فصل مثير جدا، وإن شاء الله الحلقة التانية أو الفصل التاني هيعجبكم وهيفرق معاكم في حياتكم جدا. فإن شاء الله أقابلكم تاني على خير وفي الفصل التاني، وهتكون حلقة تعجبكم إن شاء الله.